بسم الله الرحمن الرحيم. معكم محمد آل محروس بخصوص موضوع الفواكه والخضروات المصرية عموما، والفراولة والمانجا منها على وجه الخصوص، فيما يتعلق بتلوثها ببعض الفيروسات مثل فيروس ألف الكبدي الوبائي. فالموضوع هو أبعد من ذلك بكثير. أوضح. اليوم إخوتي أخواتي، وكما تبين فإن الكثير من المسطحات الزراعية في مصر تسقى بمياه مجاري، أي أنها مياه بها فضلات إنسان، وهذا يعني أن كل ما تتصور من ميكروبات موجودة في الجهاز الهضمي البشري ستلوث تلك الأراضي. هذا فضلا عن موضوع الميكروبات الممرضة منها البكتيرية وغير البكتيرية، والتي تشمل كل فصائل السالمونيلا والشيجيلا، بل وحتى الكوليرا لو كان هناك من هو مصاب بها، بل وبقية الميكروبات الممرضة التي تصيب الجهاز الهضمي مثل الطفيليات والديدان الشريطية وما شابه من ميكروبات. إلا أن بعض الفيروسات التي تصيب الجهاز الهضمي بداية، والتي يأتي على رأسها الفيروس ألف الكبدي الوبائي المنتشر في مصر، كفيل بالانتقال إلى أي شخص لم يصب به من قبل. ليش أقول هذا الكلام؟ لأن الفيروس ألف إذا أصاب الإنسان مرة لا يصيبه مرة ثانية، لأن تتشكل عنده مناعة ضد الفيروس مدى الحياة. هذا فقط للتوضيح. المشكلة في بعض الدول الغربية هو أن سكانها لم يصابوا به من قبل، وبالتالي هم عرضة له أكثر من غيرهم. أما عندنا فإن كل شخص لم يصب به من قبل سيصاب به بالطبع في حال أكل أي غذاء ملوث به، وبالخصوص الفئات العمرية الصغيرة في مجتمعاتنا. نقطة أخرى هو أن فيروس ألف إذا أصاب الإنسان في مرحلة متقدمة من العمر فإنه سيكون مؤذي بالنسبة له. اختصار كلامي هو أن المشكلة الحقيقية الواجب التنبه لها في المنتجات الزراعية المصرية هو أنها تسقى بمياه مقززة وغير نظيفة ومليئة بفضلات الإنسان، هذا فضلا عن موضوع فيروس ألف الكبدي الوبائي. فيروس ألف الكبدي الوبائي مو هو المشكلة. المشكلة كما ذكرت أن كل تلك المنتجات الزراعية ملوثة بفضلات الإنسان. عليه وجب التنبه للأمر والابتعاد عن شراء مثل هذه المنتجات، كون أن المنظمات الصحية العالمية في معظم الدول قد تحققت من ذلك، فضلا عن اعتراف المزارعين المصريين بالأمر أنفسهم. أدعو لكم بالصحة والعافية. محمد المحروس، 23 سبتمبر 2016.